ملعب طنجة من أبرز المنشآت الرياضية في المغرب، وقد خضع في السنوات الأخيرة لعملية إعادة بناء وتأهيل واسعة شملت بناء ثاني أكبر سقف شعاعي في العالم، تحديات الواجهة الأرضية والمرافق الداخلية. ورغم التحسينات الكبيرة، ظلت إحدى النقاط العالقة موضوع نقاش وتساؤل واسع بين المتابعين، وهو الهيكل المكون من أعمدة على شكل مربعات إسمنتية ضخمة محيطة بالمدخل الرئيسي. فبعد مشروع التحديث الأخير، كلما ظهرت صورة حديثة للملعب من الجهة الشمالية أو الجنوبية، تبدو الواجهة متناغمة بفضل التغليف العصري والتصميم الانسيابي للسقف. لكن ما إن تلتقط الصور من الجهتين الشرقية أو الغربية حتى يتكرر نفس المشهد الذي أثار الجدل لسنوات، فإن أسوأ ما قد تلاحظه صفوف أو مربعات من العناصر الإسمنتية القديمة التي لا تنسجم بصرياً مع التصميم الجديد وتؤثر بشكل مباشر على الهوية الجمالية للملعب. هذه الأعمدة ليست حديثة العهد، فقد رافقت المشروع منذ المراحل الأولى عند تشييده، حيث إنها كانت جزءاً من الفكرة الهندسية الأصلية التي ظلت غير واضحة. كان المتوقع أن يشمل التغليف المعدني المشبك الحديث الواجهات بأكملها، لكن خلال عملية تثبيت الهيكل الخارجي للملعب الذي غطى أساسات الملعب الخارجية، بقي هذا الجزء من الملعب مستثنى من هذه العملية، وهو ما يدفع الكثيرين إلى التساؤل: ما أصل هذا الهيكل الهندسي؟ ولماذا لم يتم دمجه في عملية التجديد؟ وهل يمكن تحويله إلى عنصر جمالي بدل أن يبقى نقطة ضعف تشوه الانطباع البصري للملعب؟ وما أبرز الحلول البسيطة التي يمكن اعتمادها لتغطيته؟ عند بداية بناء ملعب طنجة سنة 2002، اعتمد المصممون على نظام هيكلي إسمنتي كلاسيكي يقوم على أعمدة إسمنتية مربعة. وبما أنه لا يوجد إفصاح عن الإنشاءات الهندسية للملعب منذ البداية، فطوال السنين لم يخرج أي تقرير متعلق بالأمر يوضح. وفي الواقع ليس هناك تفسير واضح لسبب تشييد هذه الأعمدة في مدخلي الملعب بهذه الطريقة، إذ ومنذ افتتاح الملعب لم تبرز طريقة محددة لاستغلالها. حسب خبراء هندسيين وطبقا لتجارب مسبقة، فإن هذا الهيكل بالتأكيد له دور أو أدوار متعددة، وإلا لماذا تم إبقاؤه حتى الآن؟ يمكن تلخيص سبب إنشاء هذا الهيكل الهندسي في 3 نقاط. أولها دور إنشائي أساسي في حمل المدرجات والممرات. ثانياً، توزيع الأحمال على مساحة واسعة. ثالثاً، تأمين الاستقرار الزلزالي. وبالتالي جميع الاحتمالات الهندسية مطروحة أمام هذا الأمر، وطبعاً هي بشكل مباشر تدخل ضمن النظام الهيكلي الإنشائي. في بداية الألفية كان التركيز الأساسي في تصميم الملاعب موجهاً نحو سلامة المنشأة، استيعاب أكبر عدد ممكن من الجماهير، تقليل كلفة الإنجاز وسرعة التنفيذ. لكن لماذا لم يتم تغليف هذه المنطقة في مشروع التجديد الأخير أو اللجوء إلى طرق أخرى لإخفائها؟ السبب ربما يكون ذو طابع إنشائي بحت، فالأعمدة الإسمنتية الموجودة عند المدخلين ليست عناصر شكلية، بل ربما تشكل جزءاً أساسياً من النظام الحامل للملعب وتتحمل أحمالاً كبيرة. التصميم الأصلي للملعب الذي وضع في بداية الألفية لم يكن يضع في الحسبان فكرة التغليف الخارجي مستقبلاً، لذلك لم تجهز هذه الأعمدة بنقاط تثبيت أو فراغات تقنية. أي محاولة لإدماج التغليف اليوم تستوجب تدخلاً عميقاً في الخرسانة المسلحة، وهو أمر يتطلب دراسات إضافية ووقتاً أطول. إلى جانب ذلك، قد يكون عامل الزمن والميزانية لعب دوراً حاسماً في اتخاذ القرار. فمشروع التغليف الأخير كان مرتبطاً بآجال دقيقة استعداداً لتظاهرات رياضية كبرى، ما فرض ربما تحديد الأولويات ليتم التركيز على السقف والواجهات الأكثر حضوراً في الصورة العامة والإعلامية للملعب، في حين جرى ربما تأجيل معالجة المناطق الأكثر تعقيداً تقنياً، ومنها منطقة المداخل. ومع ذلك يبقى هذا الاختيار قادراً للمراجعة مستقبلاً في حال اعتماد حلول معمارية ذكية قادرة على التوفيق بين الجمالية والوظيفة دون المساس بسلامة المنشأة. هذه الأعمدة يمكن أن تمثل فرصة كبيرة لإضافة عناصر مبتكرة للملعب، سواء لتعزيز تجربة الجماهير أو لتحقيق عائد مالي إضافي. على سبيل المثال، تركيب شاشات عرض ضخمة. يمكن استخدام الأعمدة لتعليق شاشات كبيرة تغطي الأعمدة بأكملها، بحيث يمكن للجماهير من خارج الملعب متابعة المباريات والفعاليات بشكل مباشر، خصوصاً خلال البطولات الكبرى مثل كأس العالم 2030. أيضاً يمكن اعتماد
التغطية البصرية، بحيث يمكن تصميم هياكل أو أغطية أنيقة حول الأعمدة لتصبح جزءاً من الشكل العام للملعب، مما يخفي أي مظهر بدائي أو غير جذاب، ويضيف لمسة جمالية متناسقة مع السقف والتصميم الخارجي. كما أن هناك فكرة رائعة طرحت، وهي بناء بوابة على شكل قوس بشكل عصري كبوابات المدن القديمة، ترمز للمعمار المغربي وتخلق استثناء بدلاً من تركها كعناصر ثابتة بلا استخدام. لكن طبعاً الأمر ليس بسهل. وفي نظرك ما هو أنسب حل يمكن اللجوء إليه لتغطية هذه المناطق؟ ولا تنسى دعمنا بلايك واشترك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلك كل جديدنا.